اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حبيت اشارككم معايا بلاستيكات العروسه، علشان لو انت عروسه بتجهزي في الفيديو ده ان شاء الله هيفيدك، لان هقولك على كل حاجه في بلاستيكات العروسه، وكمان هقولك على الاسعار بتاعتها. طبعا انا طلبت من ماركه ماكس بلاست، طبعا الماركه دي معروفه. طلبت منها طبق التسالي ده، في منه اللون البيج وفي منه اللون الاسود وفي منه اللون الجري. المهم انا طلبت اللون الجري. طبعا هو عباره عن 6 بولات بتحطي فيهم التسالي بتاعتك. الخامه طبعا حلوه جدا زي ما انتم شايفين. ده عامل 150 جنيه. شكله شيك قوي، عجبني، فحبيت ان انا اطلبه في بلاستيكات العروسه. وكملوا معايا عشان تعرفوا بالظبط كل حاجه بسعرها كام. وهقولك على كل بلاستيكات العروسه، سواء طبق الغسيل، هقولك على سبت الغسيل، كمان الباسكت بتاع الزباله. كل حاجه هقولك عليها بالتفصيل، واقولك كمان سعرها. كملي معايا الفيديو عشان تستفادي من كل حاجه انا هقولك عليها في البلاستيكات بتاعه العروسه. تعالوا نشوف بقى بعد كده. انا جبت كمان شايلة المشابك دي بتاخد بالظبط دستتين مشابك. انا جبتها ب 38 جنيه. شكلها عجبني قوي. وكمان هتلاحظوا كمان في الفيديو ان انا موحده اللون بتاع البلاستيكات بتاعتي عشان يبقى كله لون متناسق مع بعضه، ما بقاش فيه حاجه فاقعه قوي فيه. فحبيت ان انا اجيب البلاستيكات بتاعتي كلها لون واحد. فلو انت حابه تجيبي الوان مختلفه ما فيش مشكله، كل حاجه طبعا والذوق بتاعها. كل واحد وراحته في الالوان بتاعته. طبعا جبت كمان بتاعه الصابون بنحطها على حوض المطبخ. طبعا بتحطي فيها الليف بتاع المواعين، واحده مثلا للكوبايات وكمان واحده للحلل والاطباق. كمان ما نسيتش كمان مصفة الرز، جايباها ب 60 جنيه. عايزاكم تشوفوا كده الخامة دي حلوة ولا لا، وتكتبوا لي في التعليقات. لو انت جربت الماركة دي قبل كده اكتبي لي في التعليقات، وقولوا لي كمان رأيك ايه في الالوان اللي انا جايباها. وكمان ما نسيتش المسحوق. جبت علبة المسحوق دي ب 175 جنيه. طبعا العلبة دي بتاخد 8 كيلو. شكلها شيك قوي وعجبني. اللون ده كمان عجبني، فيه منه اللون الاسود بس اللون ده عجبني، حبيت ان انا انسق الالوان بتاعتي. عايزاكم بقى تقولوا لي كده في التعليقات ايه رأيكم في الالوان، وايه رأيكم في الخامة بتاعت الحاجات اللي انا شارياها. كمان طلبت مصفتين للخضار، بس انا طلبتهم مقاس ميديم، ما كنتش متوقعه ان هو يجيلي المقاس الكبير ده. فانت لو حابه تطلبي مقاس اصغر من كده شويه فاطلبي مقاس سمول، لان ده انا طلبته مقاس ميديم، فحاسه ان المصافي كبيره شويه. طبعا انا جايبه المصه الواحده ب50 جنيه. هي ب47 مش ب50، هي ب47 جنيه. وكمان جبت الباسكت الزباله ده عامل 310. طبعا ده بتحطيه في المطبخ. شايفين ده الغطا بتاعه بتتكي عليه بيدخل لجوه. طبعا في كمان النوع التاني اللي هو انت بتدوسي عليه بالغطا بيتفتح، فدوت عشان ما ياخدش مكان فطلبت ده. زي ما شايفين اللون بتاعه هو 25 لتر، يعني بياخد كمية كبيرة من الزبالة. ده كده باسكت المطبخ. انا لسه جايبه حاجات تانية هوريها لكم. كمان جايبه سبت الغسيل. سبت الغسيل جايباه برضو نفس الالوان عشان تحسي كده ان انت عندك تنسيق في الالوان. ده جايباه ب 320 جنيه. شايفين ما شاء الله، هو حجمه حلو ولونه كمان عجبني جدا. يا ريت تكتبوا لي انت بتحبي لون ايه في الالوان البلاستيكات بتاعتك. شايفين الجمال. اكتر بقى عجباني حاجه في الحاجات دي الصراحه، العلبه بتاعت المسحوق شكلها شيك قوي، عجباني. كل شويه بحب ان انا امسكها كده لانها فعلا شكلها شيك قوي. ودي كده البلاستيكات اللي انا جبتها. تعالوا نشوف بقى كده ما نسيتش كمان الباسكت بتاع الزباله اللي بتحطيه مثلا في الصاله، بتحطي واحد في الاوضه. انا جبت 2، احط واحد في الصاله وواحد في الاوضه. هو اللي رجول، وكمان هو نظام الغطا بتاعه تاتش، بتتك عليه الغطا بيفتح معاك على طول تاتش يعني. وهو ليه 3 رجول. تعالوا نركبهم مع بعض كده ونشوف بتركبوا ازاي. الباسكت ده انا جايباه ب 200 جنيه. شايفين الشيكه بتاعته كمان لما بتركب الرجول بتاعته بيدي شكل شيك قوي. خلي بالك هو بيبقى ليه عدلة وانت بتركبي الرجل بتاعته. ودي كده انا ركبت الرجول بتاعته، جبت منه 2 زي ما قلت لكم. هحط واحد في الأوضة وواحد في الصالة. شايفين الشياكة والجمال. ده الباسكت التاني.
وكمان ما نسيتش شايلة المعالق. شايلة المعالق دي شكلها عجبني قوي، هي شيك جدا، هي عبارة عن متغلفة من بره بسيلفر وكمان بستانلس وكمان من جوه هي بلاستيك. تعالوا نشوفها مع بعض. انا جبتها ب100 جنيه. تعالوا نشوف كده، قولوا لي بقى كده رأيكم فيها ايه بالظبط، يعني حلوة ولا انا ذوقي مش قد كده؟ فيا ريت تكتبوا لي في التعليقات. شايفين ده شكل شايلة المعالق، حاجة تحطيها على رخامة المطبخ كده تدي شكل شيك، لان فعلا انا عجبتني. فقولوا لي انتوا بقى رأيكم فيها ايه. وكمان ما نسيتش الطبق بقى اللي بنحط فيه الغسيل عشان ننشر الغسيل. طبعا الطبق دوت ما بياخدش مكان، فحبيت ان انا اشتريه عشان لو المطبخ بتاعك ضيق وانت عايزه تشتري حاجه ما تاخدش معاكي مكان زي الاطباق التانية. فانا طلبت الطبق ده، جايباه ب275 جنيه. وده شكله بعد ما انا فتحته. طبعا انتي لو اول ما بتخلصي الحاجه بتاعتك بتبداي تقفليه تاني خلاص عشان ما ياخدش معاكي مكان. بتطلعي الغسيل من الغساله وتحطيه فيه وتروحي تنشريه، بعد كده خلاص بتقدري ان انت تقفليه تاني وتشيليه. يبقى كده خلاص استخدمتي الطبق بتاعك وكمان ما بياخدش معاكي مكان. لو حد فيكم جربه يا ريت تكتب لي في الكومنتات. وكمان ما نسيتش بقى الطقم بتاع الحمام. طبعا جبت الباسكت ده. تعالوا نشوف المكونات بتاعته ايه. كمان انا كنت جايبه على فكره علب معالق، علب للتلاجة، وكمان كنت جايبه مشابك بتاع ده شماعات. فالحاجات دي برضو نسيت اصورها لكم، معلش. طبعا دي بتاع الصابون اللي هو بيبقى تحطيه في الحمام، صابون السائل. تخيلوا ان الطقم ده كمان بلاستيك. تشوفيه تقولي ان هو مش بلاستيك خالص. الخامه بتاعته برضو كمان حلوه قوي. الطقم ده انا كنت جايباه ب500 جنيه. طبعا دي الصبانه تحط فيها الصابونه. يا ريت بقى يا بنات لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا في لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قناتي. وقولوا لي رأيكم ايه في الحاجات اللي انا جبتها، ومستنية تعليقاتكم في الفيديو ده.